الفترة اللي فاتت دي الموهبة قلت في مصر. ليه قلت في مصر؟ هقول لك انا ليه قلت في مصر. جريدة الشركة كانت مستضيفة شيكابالا وكان بيتكلم على الناشئين وقال كلام مهم في موضوع ان المواهب قلت في مصر وقال لي اسباب وحلها. انا هشرح لك كلام شيكابالا وهوريك مواهب مصر اللي مش واخده حقها اللي لما بياخدوا فرصه بيشرفونا ازاي. عاوزك بس تخلي الكلام اللي هيقوله في الفيديو ده في دماغك وهقول لك ليه كمان شويه. الناس كأن النادي بقى استثماري. الراجل اللي بيجي يدفع فابنه بيلعب. هو فعلا مفيش ناشئين في مصر ولا الاعلام هو اللي بيحاول يصدر لك كده؟ ما عندناش بقى، ما هنقعد بقى نقعد نطبطب ونقول ونزيد ونعيد يا راجل، ما عندناش يا راجل بقى. في الحلقه دي انا هثبت لك ان مصر مليانه مواهب ومش واخده حقها، وايه اسباب ان هما ما يظهروش، وايه دور الاعلام في كده، وايه حل مشكله عدم ظهورهم. قبل ما ابتدي الفيديو بس عاوزك ترد على السؤال ده: مين اللي المفروض يكون عنده مواهب اكتر؟ بلد تعداد سكانها 11 مليون زي بلجيكا ولا بلد فيها 120 مليون زي مصر؟ اكيد هتقول لي بلد اللي سكانها اكتر اللي هي مصر، بس للاسف في الواقع بلجيكا اللي هي قد القاهره عندنا اكيد موهبه اتقل مننا وكاسامي ياكلوا لعيبتنا. مصر من اكتر الدول اللي فيها مواهب. هقول لك على مثال: بطولة كينجز ليج، لعبة كانت اتعملت سنة 2023 على ايد بيكيه، حاجة كده شبه الخماسي عندنا بس بتبقى سباعي وقوانينها مختلفة وشكلها جديد وبتجمع لعيبة مع يوتيوبرز وستريمرز، ودلوقتي اللعبة دي بقت عالمية وفي كمان فريق مصري مشارك فيها. الفرقة اللي مشاركة باسم مصر اسمها فرقة طربون ومليانة لعيبة كويسة، برازهم صلاح ريكو لاعب الزمالك المعتزل. بس أنا عاوزك تركز لي على اللعيبة الصغيرة اللي هناك، وفي واحد منهم اسمه صاصة مثلا. صاصة ده مثلا لو دخلت اتفرجت عليه هتتحص عليه بجد. ازاي ده مش في دوري ممتاز؟ بص ازاي الكرة في رجليه سلسة وممتعة للعين كده. صاصة ده بقى بيعمل حركة مشهورة اسمها الإلاستيكو، الحركة اللي كان بيعملها رونالدينيو ولامين يامال ورونالدو ونيمار. لا ابعتها المهجة. حركة أراهنك بمليون جنيه لو شفت لعيب بيلعب في الممتاز عملها. من نجوم اللقاء عمر جابر مفيش كلام، ادي بقى الشغل. انت عارف سيبك يا عم من الحركة دي، شوف الكباري والمتعة وازاي بيعدي على الخط واحد على واحد. مهارات بقى نادر قوي ان انت تشوفها يا راجل. ده انت لما بتشوف لعيب عمل له ترقصتين حلوين ولا شاط له كورتين حلوين تقول هيروح الاهلي ولا الزمالك اخر الموسم. مش فاهم ازاي بجد بقى مستوى الدوري المصري اللي كان فيه تريكا وشيكابالا وحازم امام. شاب حرب الاكسون واللي خافوا اكيد يداسوا. المهم ان في البطوله دي لعيب تاني مصري وحريف بشكل مش طبيعي، لدرجه ان لما فريق يحتاجه ينزل واحد على واحد ما تاخرش ونزل وكسبهم. عن طريق اللاعب رقم 20 يحاول يمر في اللقطه الماضيه ويحاول ان يصنع اكيد لو انت بتحب الكوره ومتابع السوشيال ميديا شويه هتعرف خالد رونالدو. خالد ده لعيب مش طبيعي بالنسبه لي. انا ببقى بتفرج عليه كده مش عارف هو هيقطم ولا هيشوط ولا هيضرب سبرنت ولا هيعمل ايه بالكوره. لعيب الله اكبر عليه، من امهر الناس اللي انا شفتهم في مصر. المهم صاصا وخالد رونالدو بيلعبوا مع بعض في فرقه اسمها منتخب الغزال، شباب متجمعين كده وبيلعبوا خماسي، بيدخلوا دورات، بيروحوا محافظات، شبه فيلم الحريف عندنا كده في مصر. How you doing؟ هو احنا في حد بيلعب زينا ولا ايه يا حريف؟ صدقني لو انت بتحب الكوره هتحب تتفرج عليهم وهتعرف ان الكوره مش عادله في مصر. فيهم شويه شباب تستعجب وانت بتتفرج على لعبهم وتعرف ان هم من غير نادي او بيلعبوا درجه ثالثه ورابعه. اللي هو ازاي يا جدعان؟ اقسم بالله العظيم في ناس في الممتاز مش بالمهاره دي ولا بالحلاوه دي. فرقه الغزال دي عامله قلبان على تيك توك، ربنا يحميهم ويوفقهم، وان شاء الله ربنا يوفق صاصا وخالد رونالدو في البطوله ويرجعوا لنا بالكاس ان شاء الله. الملخص ان مصر فيها لعيبه كتير وبشكل مش طبيعي كمان اكتر من خالد رونالدو وصاصا، بس احنا ما عندناش نظام ولا ناس بيراعوا ربنا في الناشئين. يعني انت عايز تفهمني ان طاهر في الاهلي وردونجا في الزمالك مصر كلها ما فيهاش احسن منهم؟ عارف بقى ايه اللي وصلنا لكده؟ فكره ان احنا عندنا الاعلام بيحب الشطه اكتر من الحقيقه، بيحب البهارات اللي من بره. طب ايه الخير كده؟ ده اسهل بقى، ده اسهل؟ ده اسهل. كمثال كابتن هيما يقدر يقول احنا ما عندناش لعيبه ويجيب المشكله في اي حد الا التنظيم والاداره. يا راجل عيب بقى يا راجل. بحب الكابتن هيما والله، بس لما يوطي صوته. المشكله ان الاعلام بيتعامل معانا اكننا هطل او شويه بهايم مش فاهمين اي حاجه ولا بنشوف الدول اللي جنبنا ونظامها. كرة بيطلب الكرة، اعطيني كرة. ما تلاقيش اعلامي واحد طالع كده يقول لك ايه هي مشاكلك فعلا في الناشئين، كل عامل من بنها ومحدش واخد باله، او بيبقى اللي بيتكلم ما يقدرش يقول حاجه عشان لو اتكلم هيتشال من مكانه. مش فالحين بس غير ان احنا نقعد نهزر ونضحك ونجيب افيهات وعادل ربيع وقصقص، ولا كأنك خسرت ماتش من مسرح مصر. Que desde el principio el entrenador cambió su formación ايه a la que juegue y ganará el campeonato.
فهمت. هقول لك انا ايه اسباب عدم ظهور الموهوبين في مصر، وانا هنا بقول لك عدم ظهورهم مش احنا ما عندناش. ما عندناش بقى، ما هنقعد بقى نقعد نطبطب ونقول ونزيد ونعيد. يا راجل ما عندناش يا راجل بقى، يا راجل عيب بقى يا راجل. 90% من الناشئين الاهلي والزمالك دلوقتي بقى ابناء عاملين وبياخدوا اماكن الموهوبين اللي بجد. الناس كلها ماسكه في الواسطه وسايبين اكبر مشكله في مصر، التسنين والتزوير. مالوا الكوره في مصر، وانا اتكلمت عليهم في الحلقه اللي فاتت على اليوتيوب، خش اتفرج عليها هتعجبك. ما تتخضش كده، ده لسه التقيل جاي. 90% من الانديه اللي في مصر بقت انديه استثماري، يعني الناشئ لازم يدفع فلوس عشان يلعب. انا هنا مش بكلمك عن مدرسه الكوره او الاكاديميه، انا بكلمك عن الفريق نفسه. يعني الناشئ لو ما دفعش الفلوس اللي عليه كل شهر مش هيلعب في بطوله الدوري. يعني كده انت حكمت ان الناشئ يدفع فلوس عشان يلعب في الدوري، بمعنى اصح ان اللي معهوش فلوس هيبطل كوره. وبمعنى تاني لو انت معاك فلوس هتلعب حتى لو انت مش موهوب. العاشر ممكن تفتكر العاشر. يا الله يا الله يا فاكر الفيديو بتاع شيكابالا اللي انا قلت لك خلي بالك منه في الاول؟ شيكابالا هيكمل كلامه وهيفهمك ليه مواهب قلت في مصر. عشان الكوره ابتدت تقلب، يعني اللي ابوه غلبان ما بيلعبش كوره دلوقتي، اللي اهله معاهم فلوس هم بيلعبوا كوره. فعلا فعلا يا عم، ما تعملش نفسك مش عارف. كلام شيكابالا فيما معناه ان 3/4 اللعيبه هم الفقراء اللي مقضيين 3/4 يومهم في الشارع بيلعبوا كوره. انا عايزك بس تبص على الارضيه اللي اللعيبه دول بيلعبوا عليها. الارضيه دي ممكن تجيب لاي حد صليبي من غير افوره. ده غير ان 90% من مراكز الشباب دلوقتي مقفوله او معموله كافيهات. كنت لازم اقف مع ابويا هنا عشان اجهز اخواتي وكده، فاضطريت انزل يعني. جات عليا فتره قعدت في المنوفيه، كنت شغال مع والدي مثلا من 12 بالليل ل 6 الصبح. كنت بروح النادي كل يوم، كنت اخلص واروح التمرين الساعه 10 وارجع تاني بالليل تاني على المنوفيه. ما كنتش ببات هناك في النادي عشان اعرف اجيب مثلا فلوس وكده عشان اقدر اروح التمرين تاني يوم. يعني وراضي ابويا وراضي النادي برضه عشان ربنا يكرمنا. ومش كده وبس يا صاحبي، ده جزء بسيط قوي من المشاكل اللي موجوده في الناشئين اللي الاعلام مش هيقولك عليها. لو عايز نعمل لك حلقه عن الانديه الاستثماري وافهمك الدنيا ماشيه ازاي هناك وازاي بيضحكوا عليك وياخدوا فلوسك من غير 1% استفاده ليك، اكتب لي في الكومنتات، ولو لقيت عليها اقبال هعملها. لازم نشوف الدول اللي جنبنا ونتعلم منها. المغرب عدد سكانها ربع عدد سكان مصر، ومحققه كل الانجازات دي بسبب التنظيم والاداره والتخطيط المستقبلي. واحنا هنا سايبين الاستثمار ياكل في الناشئين والوسائط تاكل في البلد والتزوير ياخد مكان الموهوبين. المهم نرجع لموضوعنا. التوفيق للفريق المصري والشباب المصريه اللي موجودين في البطوله، وان شاء الله يرجعوا لنا بيها ونفرح بيهم ويثبتوا ان انت عندك مواهب قادره تشرفك فعلا، بس انت اللي سايب الفساد في المنظومه كلها. المهم لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لنا سبسكرايب وفولو على التيك توك وعلى الانستجرام، وهسيب لك اللينكات تحت في الكومنتات. السلام عليكم. بس الكلام انا ما اعرفش هو بيتكلم مع مين. احنا في اللقاء على فكره. انت بتكلم مين؟ احنا في اللقاء ده انا مقدمك بقالي ساعه.